اهلا بيكي. هنعمل النهارده نوع من انواع المعجنات اللذيذه اللي بنحبها كلنا. هنعمل خليه النحل، هنحشيها بالجبنه، تقدري كمان تحشيها شوكولاته، تحشيها اي حشوه انت بتحبيه. وهنحط عليها كده بعض الاطعمه المختلفه زي السمسم وحبه البركه وكمان الزعتر. هنعمل العجينه بتكنيك عجن كده مختلف، هيطلعها معاكي هشه وناعمه جدا زي السحاب. يلا بقى بينا علشان نعمل الوصفة بتاعتنا. بس قبل ما نبدأ، لو عجبك الفيديو اعملي لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اشتركي. ويلا بينا على طول عشان نبدأ الوصفة بتاعتنا. هنحتاج لعمل الوصفة لنص كيلو دقيق. انا مستخدمة هنا دقيق جميع الاغراض. تفطروا معلقتين كبار من الحليب البودر، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ونص معلقة صغيرة من الملح. دي المكونات الجافة اللي انا هحتاجها. هتقلبيهم مع بعض كده لحد ما كلهم يختلطوا مع بعض تماما. بعد كده هحتاج لبيضة بدرجة حرارة المطبخ، ونص كوباية من الزبادي، ومعلقة كبيرة من الخل. هضيف كمان 50 جرام من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. كده المكونات بتاعتنا كلها بقت في العجان او في البولة اللي هتعجني فيها. تكنيك العجن بقى بتاعنا ده مهم جدا. في الاول كده هعجن على سرعة بطيئة حوالي 5 دقايق لحد ما العجينة بتاعتي تتلم كده. وهضيف المية بتاعتي يعني نص كوباية من المية الدافية. هضيف شوية شوية لحد ما العجينة بتاعتي تتلم كده زي ما انت شايفة. طبعا العجينة بتاعتك هتاخد مية حسب نوع الدقيق اللي انت هتستخدميه. اول ما العجينة بتاعتي تتلم بالشكل ده، هغطيها بقى بستريتش وهسيبها على جنب كده تخمر لمدة نص ساعة. ودي المرحلة الاولى معانا. بعد مرور نص ساعة رجعتها العجان او رجعتها في البولة اللي انا هعجن فيها، وكملت عجن كده من 6 ل7 دقايق تانيين. بعد كده مسحت البولة بمسحة من الزيت وحطيت فيها العجينة وهسيبها على جنب تخمر للمرة التانية. هسيبها بقى ساعة كده في جو دافي لحد ما تخمر. وده التخمير التاني بتاعنا. الطريقة دي بتخلي العجينة ناعمة جدا وملسة، ولما بتتخبز بتبقى هشة جدا. عايزاكم تجربوا طريقة العجن دي، انا متأكدة انكم هتعملوها في كل المعجنات بتاعتكم. وده كان شكل العجينة بتاعتنا بعد ما خمرناها التخمير التاني، وتضاعف حجمها بالشكل ده. شلت الاسترتش بقى من عليها واحاول افرغ منها كده الهواء. شايفين قد ايه العجينة بتاعتنا ناعمة وملسة كده وهشة جدا؟ شايفين؟ تحفة. بعد كده هرش رشة كويسة كده من الدقيق وهنزل عليها العجينة. كمان هرش رشة فوق العجينة واحاول افردها كده نص فردة من النشابة. انا بعمل كده علشان دي طريقة سهلة لتقطيع العجينة بتاعتي لقطع صغيرة. شايفين قد ايه العجينة بتاعتنا طرية؟ هو ده قوام العجينة اللي انا محتاجاه. فردتها كده شوية بايدي. بعد كده كملت الفرد كده شوية صغيرة بالنشابة. يعني انا مش عايزة افردها قوي، يعني افرديها كده بس نص فردة. بعد كده جبت القطاعة وقطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هقطعها كده، احاول اقطعها لمربعات متساوية. وزن القطعة من 20 ل25 جرام. بعد كده هاخد قطعة قطعة، احط عليها رشه خفيفه من الدقيق وافردها كده بايدي نص فرده. انا مش محتاجه للنشابه ولا حاجه، هي بتتفرد معايا بكل سهوله. وكده العجينه بتاعتك بقت جاهزه. احشي بقى بالحشوه اللي تعجبك. انا هنا هحشيها كده بجبنه مثلثات وعليها شويه كده من الجبنه الموتزاريلا. يعني استخدمت نوعين من الجبن. استخدمت الموتزاريلا تدي المطه كده الحلوه اللي احنا بنحبها كلنا، وحطيت الجبنه المثلثات عشان تديني طعم كويس. ولفيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ بحاول الم كده الاطراف والزقهم مع بعض بالشكل ده لحد بقى ما اخلص كل الكميه اللي عندي. لو انت عايزه بقى تحشيها شوكولاته اعملي بنفس الطريقه. خد القطعه كده وافرديها وحطي فيها قطعه من الشوكولاته ولم الاطراف وحاولي تلزقي بقى الاطراف كويس كده مع بعض لحد ما نخلص كل الكميه. هنجيب بقى صينيه ونحط فيها ورقه من الزبده، وهرص فيها بقى الوحدات بتاعتي بالشكل ده. انا حبيت ارصهم كده بحيث ان هم ياخدوا شكل سداسي. كان شكلهم تحفة وهم واخدين شكل خلية النحل.
بعد بقى ما اخلص رص كل الوحدات بتاعتي هغطي الصينية واسيبها على جنب ربع ساعة علشان تخمر. انا بحاول كده وانا برصهم اسيب مسافات كده صغيرة بين كل واحدة وواحدة، علشان لسه هسيبهم كده يخمروا شوية وحجمهم هيزيد. واللي انا حطيتهم في البايركس دول كان باقي العجين اللي اتبقى معانا. جبت البايركس ومسحته بمسحه من الزبده ورصيت فيها باقي الوحدات اللي عندي، سبت بينهم مسافات علشان انا لسه هسيبهم كده يخمروا وحجمهم هيزيد. شايفين بالشكل ده. هسيبهم بقى يخمروا كده على بال ما اجهز الخليط اللي هدهن به السطح واللي هيديكي احلى لون. الخليط ده تقدري تستخدميه في كل المعجنات بتاعتك، بيدي كده لون ذهبي وخطير للمعجنات. هما معلقتين من الحليب عليهم معلقة من الخل وصفار بيضة. هتخلطيهم بقى مع بعض بالشوكة وبالفرشة كده تمسحي على السطح زي ما انت شايفة كده. بعد كده هجيب شوية من السمسم وشوية من حبة البركة وشوية من الزعتر وهحط كده شويات صغيرة على السطح، شايفة بالشكل ده. بعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 180. هحطها في الرف الأوسط كده لحد ما تاخد لون حلو. مش عايزة أقول لكم بقى على ريحة الخبز بتبقى عاملة إيه في البيت، من أحسن الحاجات اللي ممكن تحصل لك. وده بقى كان شكلها بعد ما طلعت من الفرن، خطيرة. شايفين لونها تحفة وخفيفة وهشة جدا. انا كنت سايبة دول عشان عملت لهم خليط كده من زيت الزيتون والزعتر ومعلقة من الثوم المفروم، حطيتهم على النار كده لمدة دقيقة. بعد كده مسحت بيهم كده الشوية اللي انا سايباهم دول اول ما يطلعوا من الفرن. وده بقى لعشاق الثوم، اي حد بيحب اي مخبوزات معمولة بالثوم يجرب الوصفة دي. شايفين قد ايه خفيفة وهشة وريحتها تحفة وطعمها يجنن. العجينة بتاعتنا يا جماعة كانت خطيرة، كانت وهم. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم واتمنى تجربوها. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.